السيمنت بورد ده مقاوم، ده بيتكون من الياف اسمنتيه ومن اسمنت، يعني بيتعمل من الياف اسمنتيه. النهارده احنا في المعادي بنعمل هنا بارتيشن، هنعمل طبعا دريسنج روم هنا. فطبعا هنا غرفه نوم بنوته، فالمساحه معايا 6 متر الطول، فقررنا ان احنا نعمل بارتيشن هنعمله مش هنعمله من جبسن بورد، لا ده احنا هنعمله من حاجه اسمها سيمنت بورد. السيمنت بورد ده مقاوم، ده بيتكون من الياف اسمنتيه ومن اسمنت، يعني بيتعمل من الياف اسمنتيه. ده طبعا مقاوم 100% للرطوبه والميه، وطبعا يعني عايز اقول الواح يعني شديده مش هتتكسر معايا زي الجبسن بورد. هنعمل هنا البارتيشن، طبعا هنا هيبقى معايا السرير، وهنا الكومود على اليمين والكومود على الشمال، وهدخل طبعا من هنا للدريسنج روم بتاعي. كده بعد ما خلصنا البارتيشن القطاع اهو عملناه معانا، وطبعا ده معجون اسمنتي معايا، وفتحنا طبعا فتحه للاناره بتاعت الدريسنج، وعملنا باريزه فوق كل كومود. ده كده البارتيشن معانا، ده طبعا سيمنت بورد. تعالى كده بص على الدريسنج، ده طبعا ده الجزء ده اللي هيبقى الدريسنج معايا.